السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله رايحه ندير معاكم وصفه سهله وبزاف بنينه وتوالم للعيد. رايحه ندير معاكم تشارك الجلجلان معسل. كما راكم تشوفوا شكله بزاف راقي ويوالم للعيد، والاهم من هذا انه بزاف بنين وبمكونات بسيطه. وبزاف اللي طلبوا مني هذا النوع من الوصفات اللي تكون سهله وبسيطه، واليوم حبيت نشارك معكم هذا النوع. تابعوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا. هنا رايحه نخدم معاكم ومنها نقول لكم المكونات. انا هنايا راح نستعمل كميه قليله، راني دايره 125 غرام مارغرين. نتوما بطبيعه الحال اكون رايحين تضاعفوا كامل هاد المكونات. قلنا 125 غرام مارغرين تكون طريه، نحتاجو صفار حبه بيض، وهنايا عندي نص كاس خليط بين جلجلان محمص ومرحي وكاوكاو محمص ومرحي. وشنو هنايا ديروا الجلجلان يكون كتر على الكاوكاو. انا هنايا درت 2 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي متوسط، ودرت 2 مغارف كبار بومبي تاع جلجلان محمص ومرحي. وهنا عندي سكر كلاص. شوفوا هنايا السكر تقدروا تنقصوا على واش درت انا درت 4 كاس تاع السكر، بصح نتوما تقدروا تنقصوا. يعني في هذه الكميه تقدروا ديروا غير مغرفه كبيره تاع السكر كلاص، هذا ما كان لانه راهو رايح يتعسل. كيما شفتوا درت مغرفه صغيره تاع لافاني، وهنايا رايحه ندير 2 مغارف كبار يكونوا معمرين تاع المزهر. نديروا قرصه تاع الملح ونخلط هذه المكونات كامل مليح. انا هنا رايحه نخلطهم بالباتور كيما متعودين عليا، تقدروا تخلطوا غير بيدكم. المهم المكونات هادو ينسجموا لكم مليح. وهنا يزيدوا مغرفه كبيره تاع الزيت، انا كنت نسيت ما حطيتهاش في الاول. وكيما قلت لكم في السكر تقدروا تنقصوا، ديروا غير مغرفه كبيره في هذه الكميه. هنا درت الزيت، يعني الا درتوا 250 غرام مارغرين ديروا 2 مغارف كبار تاع السكر الناعم، هكا باش التشارك تاعكم ما يجيكمش حلو بزاف، لانه رانا رايحين نعسلوه. شوفوا هنا الخليط اللي نتحصلوا عليه ينسجموا كامل المكونات مليح. وهنا راح تولي تطلع واحد الريحه شحال بنينه تاع الجلجلان والكاوكاو. واللي يحبوا مبشور الليمون تقدروا ديروا شويه تاني. هنا كيما راكم تشوفوا رايحه نحط الفرينه، وهنايا درت نص مغرف تاع الخميره، يعني نصف ملعقه صغيره تاع الخميره. نتوما في 250 غرام تاع المارغرين ديروا ملعقه صغيره هكا باش تكونوا على بالكم، يعني 5 غرامات ولا نص باكي تاع الخميره نديروه في 250 غرام فرينه مارغرين. كيما راكم تشوفوا هنايا الفرينه دائما نغربلها ونبدا نطم في العجينه تاعي. هنا كيلت لكم الفرينه بالكاس باش نقول لكم تقريبا شحال دات لي. هنا العجينه تاعكم طموها غير صبعتيكم، وحطوا الفرينه بالعقل باش ما تنشف لكمش العجينه تاعكم. شوفوا هنا القوام اللي نتحصلوا عليه، عجينه تكون طريه وما تلاصقش في اليد. هنايا كانت دات لي كاس ونص تاع الفرينه، بصح كيما دائما نقول لكم راح تولي على حساب الفرينه تاعكم وتولي على حساب البيض. يعني دائما كيما المشوك ولا الحلوى اللي يكون فيها الكاوكاو والجلجلان ولا الكاكاو، دائما الفرينه حطوها غير بالعقل باش ما تنشف لكمش العجينه، لانه العجينه قد ما ريحت قد ما راهي رايحه تشرب، لانه الكاوكاو يشرب وينشف. وهنايا بديت نخدم العجينه تاعي، ما خليتهاش ريحت، ديريكت وزنتها، درت في كل وحده 35 غرام، واللي ما عندهاش ميزان دير عينها ميزانها. هنايا نحتاجو بياض البيض ونحتاجو الجلجلان. راكم تشوفوا هنايا هذه هي الكميه اللي قطعتها لي العجينه هذه، يعني قطعت لي 14 حبه سواسوا. ونبدا هنايا نشكل في التشارك تاعي، نعمل حربوش، من بعد نبدا نشكل بهذه الطريقه. دائما الاطراف يكونوا رقاق والوسط يكون بومبي، يعني دائما نطلعوا العجينه للوسط باش يجينا الشكل تاع التشارك شباب. وإلا حسيتوا هنايا العجينه تاعكم راهي طريه بزاف وما راهيش تدور لكم يعني فاسيلمون، ديروا شويه تاع الفرينه باش تمشي لكم يعني بالسهل. هذا مكان. وشوفوا كيفاش نشكلوا التشارك تاعنا بطريقه بزاف سهله بلا ما تحتاجوا حتى بوشون ولا حتى مول، يعني الطريقه تاع التشكيل راهي بزاف سهله. من بعد نجيبوا بياض البيض نديروا مسحه خفيفه ونرمد التشارك تاعي في الجلجلان. هنايا الجلجلان ماشي شرط تحمصوه، تخدموا به كيما راه، لانه ديجا كي رانا رايحين نحطوا الحلوى تاعنا الطيب ونحمروها من الفوق راهو رايح يتحمر شويه. راكم تشوفون نغطس الحبه تاعي في الجلجلان،
وهاد الحلوى تقدروا تعتمدوها يعني كيما راهي تعملوها مش كيما المشوك، ولا ديروهم كيما لي سيجار يعني كيما حبيتو، بصح الشكل تاع التشارك يجي شباب وبريزونطابل خير وخير. هنا عاودت معاكم حبة واحدة اخرى. شوفوا هنا العجينه كي تكون طريه ما تخافوهاش كامل. وشنو رايحه نقول لكم حاجه، العجينه تاعكم ما تخلوهاش طريه بزاف، لانه الا كانت طريه بزاف معناتها راهي مخصوصه فارينه، وكي تحطوا التشارك تاعكم يطيب راهو رايح يحبط لكم في الفور، لانه راهو ناقص فارينه. فهمتوا؟ شوفوا هنا باش يجوكم الحبات كامل قد بعضاهم، دايما شكلوا هكذا حبه قدامكم وجيبوا وحطوها هي وقيسوا عليها كامل الحبات كيما راني ندير انا هكا باش يجوكم كامل على حبه، لانه كاين اللي ممكن يوزنوا الحبات تاعهم بالميزان بصح ما يجوهمش كامل قد كل حبه كيفاش تجيهم. يعني هذه الطريقه راهي رايحه تخرج لكم كامل الحبات كيف حبه ما زايده على اختها. وهذه بالنسبه للمبتدئات يعني اللي مدارين يخدموا راهم موالفين عينهم ميزانهم. كيما كنت نقول لكم العجينه تاعكم ما تخلوهاش طريه بزاف، لانه كي تكون مخصوصه فارينه وتحطوا الحبات تاعكم يطيبوا يحبطوا لكم في الفور، يعني يطيحوا ما يجيش الشكل تاعهم شباب وواقف. وإلا نشفتوهم بزاف كي تكونوا تشكلوا في التشارك تاعكم الحبات راهم رايحين يتشقوا، يعني العجينه تتشقق، وممكن تحطوهم يطيبوا وتعسلوهم ما يتعسلوا لكمش مليح لداخل. هذه هي. نحط هنا الحبات تاعي في السنيوه كيما راكم تشوفوا، ونزيد نسقمهم مليح باش يجوني كامل كيف. يعني راكم تشوفوا حلوه سهله وبسيطه وما تاخدش كامل الوقت منكم. بعد ما نكمل نشكلهم كامل ندخلهم يطيبوا على 180 درجه، راح يدولكم تقريبا من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، وكل وحده والفور تاعها يعني يطيبوا عادي. كي تشوفوهم تحمروا لكم من تحت شعلوا لهم باش يزيدوا يتحمروا مليح من الفوق، مدوا لهم تحميره شابه من الفوق ونحوهم من الفور. هاوليك التشارك تاعي هنايا بعد ما طاب، هنا هذا وين خرجته من الفور. شوفوا التحميره اللي ياخذها، هنا كانوا محمرين شويه زياده برك، يعني هنايا في الاضاءه والتصوير ما راهمش يبانوا مليح. المهم شوفوا كيفاش طابوا وبقاو محافظين على الشكل تاعهم، ما تخسروا ما حبطوا في الطياب ما والو. هنا كانوا مازالوا سخونين ما قدرتش ميم با نتوشي الحبه، وكنت خايفه يتكسروا لي لانه بزاف طريين. شوفوا الله يبارك الحبه كيفاش تجي. وتقدروا هنايا تعتمدوا هذا التشارك ديروه بلا تعسال، يعني يكون غاتو ساك عادي، برك هنايا زيدوا في كميه السكر باش ما يجيكمش صامت، يعني كيما لا بات سابلي عادي. كي ديروا 125 غرام مارغرين ديروا نص كاس تاع السكر، كي ديروا 250 غرام مارغرين ديروا كاس تاع السكر، واللي ما يحبش الحلاوه بزاف تقدروا تنقصوا في السكر. هذا ما كان. راكم تشوفوا هنايا التشارك تاعي يكون سخون والعسل يكون بارد. في كل حبه تاع تشارك رايحه ندير مغرفه كبيره تاع العسل. العسل تاعي هنايا كنت شريته من برا. وشنو هنايا العسل تاع برا راكو على بالكم يجي بزاف ثقيل، انا هنايا واش درت دفيته شويه برك غير قسمه القروح وهذا ما كان، وبديت نعسل به الحبات تاعي. وهنا اللي ما يحبوش الحلوى تاعهم معسله بزاف تقدروا ديروا ملعقه صغيره تاع العسل، هنا كيما حبيتو نتوما. نخلي التشارك تاعي يتشرب مليح هذاك العسل، من بعد ندير له لافيدور كتزيين بسيط ونشوفوه واجد في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوا هذا التشارك وتنجحوا فيه، خاصه اللي يحبوا الجلجلان. راكم تشوفوا شكله بزاف راقي ويوالم من العيد. انا هنايا كنت قدمته كيما راه ما حطيتوش في ليكيسات، بطبيعه الحال كي تحطوه في ليكيسات راح يبان الشكل تاعو خير وخير. حلوه سهله وبسيطه، ان شاء الله تكون عجبتكم. في الاخر ما بقى لي غير نقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم الجديد. ما تنساونيش بدعوه خير، ديروا جيم وتعليق للفيديو، ونتلاقاو في وصفه جديده. سلام.